السلام عليكم ورحمة الله. كراكم لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو جيتكم بواحد الوصفات سهله وبسيطه للزواج من شخص معين، يعني الشخص اللي انت راكي معاه وباغي تزوجي به وتكوني عروسته ان شاء الله. سيتم هذا الزواج باذن الله في غضون شهر او شهرين من استعمال هذه الوصفه. لكن لطفا وليس امرا لمن غير مشترك في القناه يشترك معنا، يدعمنا بلايك، ترك تعليقات اسفل الفيديو واستفساراتكم حول هذه الفائده، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس بيوصلكم اشارات القناه وكل ما هو جديد ومفيد باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله كنت سبق وعطيتكم هذه الصوره طريقتها في الزواج، وايضا ديك الصوره خطيره وممتازه. اليوم غادي نعطيكم نفس الصوره ولكن طريقه اخرى، غادي ديروها كل جمعه مره في الاسبوع لمده شهرين متتاليين، وان شاء الله غادي تلقاو البرهان عليها. البنات اللي عندهم شي صديق وباغيين يكون هو الزوج المستقبل ديالهم دير له هذه الوصفه. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهم حتى شي واحد غادي ينويوها بالزواج من انسان عادي، من ابناء ادم ان شاء الله. فهاد الوصفه طبعا قلت غادي نبقاو نديروها مره كل جمعه ان شاء الله. شنو هي هاد الوصفه؟ غادي تاخدي ماء، الا عندك مثل المطر كنتي جامعه من السنه اللي فاتت او هاد الايام الحمد لله راه كاين المدن بزاف اللي طاحت فيهم الشتاء، فحاولي تجمعي هذاك الماء قبل ما تبداي هاد الوصفه. جمعي داك الماء مزيان، وهذاك الماء قربيه لفمك وقراي عليه سورة الفتح الشريفة بعد ما تكوني على وضوء توضاي وضوء الصلاة، والافضل انك تصلي واحد 2 ركعات بنية الزواج بداك الشخص اللي بغيتي او الزواج بصفة عامة. من بعد فواتح الأعمال النورانية دائما الصلاة الإبراهيمية 19 مرة، البسملة 19 مرة، الاستغفار 19 مرة. من بعد تقربي الماء لفمك وتقرأي عليه سورة الفتح الشريفة 3 مرات مع النفس بعد كل قراءة. طبعا غادي تقراو بهدوء وتأني ماشي بسرعة، حاولوا تركزوا في السورة وتحاولوا تفهموها وتمشيو معها ببطء ضربة بضربة إن شاء الله. من بعد غادي تقولي هذا الدعاء اللي هو: اللهم افتح لي نصيبي بالزواج مع، وتذكري الاسم ديال الشخص واسم امه، واللي ما عرفش اسم الام ديالو يقول ابن حواء. وبالنسبه للدري اللي بغى يديرها على شي وحده تبغيها يقول بنت حواء الا ما كانش عارف الاسم ديال الام ديالها. يعني اللهم افتح لي نصيبي في الزواج مع فلان ابن فلانه بحق سوره الفتح الشريفه. من بعد غادي تاخدي هذيك الميها بالجمعه، طبعا تكوني قاريه عليها بالنهار، وملي يكون الاذان ديال الظهر تيقول الله اكبر غادي تاخدي داك الماء، غادي ديري تحتك واحد البانيو وغادي تعومي به من راسك حتى رجليك. طبعا داك الماء اللي تجمع لك في البانيو غادي تاخديه وغادي تمشي ترميه في شي مكان عاشب، ولا في شي شجره، ولا في شي حديقه، ولا في شي ورد عندك في الدار. مهم ترميه في شي بلاصه تكون عاشبه وتكون العشب ديالها خضر، اولا الكرمه تكون خضراء، يعني ماشي بسميتها، لا تكون منعنعه وخضراء وزاهيه. وبعد ان شاء الله 3 أسابيع حتى 4 أسابيع او شهرين غادي تبان معك النتيجه ديال هاد الصوره باذن الله في موضوع الزواج. غير هو تحضري النيه وتوكلي على الله وتقولي بسم الله وتبدايها. تقدري تقراي عليها ليله الخميس توجديها للجمعه، وتقدري حتى لنهار الجمعه وتقراي عليها في الصباح وعومي مع اذان الظهر. كاين الوقفه يقول الله اكبر، انت تكوني مستعده ديك الساعه وعومي بداك الماء. كان عندكم البرد بزاف حاولي تخلطي داك الماء بشويه الماء دافي، كان عندكم باقي الحال سخون فعومي به بارد، كبيه عليك بارد ولبسي حوايجك بلا ما تمسحي عليك بالفوطه. هذا كل شيء لليوم. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تشاركوا مع اصحابكم خواتكم احبابكم، والبنات اللي باقيين ما تزوجوش شاركوها معاهم في الواتساب ولا في اي حاجه ديو فيها الاجر
وتنفعوا بها البنات إن شاء الله. وما تنسونيش من دعائكم. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. أحبكم في الله، إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.